السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اوعوا تنسوا تدعوا لاخواتكم في فلسطين وفي لبنان وفي السودان. خلاص احنا عمالين نفتح الاقواس. ليا طلب عند حضراتكم كتير، بتكلم مع ناس يقول لي انا ما اقدرش اتفرج على اللي بيحصل في فلسطين. فانا بقول لحضرتك انت غلطان. لازم تتفرج على اللي بيحصل في فلسطين، ولازم تشوف عيالنا وهم متقطعين، ولازم تشوف عيالنا والكلاب بتاكلهم، عشان تقعد تعيط وتتقهر وتدعي دعوة من قلبك يمكن ربنا يقبلها. لان الاخبار الشريط اللي تحت لما اتفرج على المسلسل مش يا ربنا يا الواحد خلاص قلبه تعب، ربنا يكون في عونكم وربنا يرحم. لا، مش هينفع الدعاء بهذا الشكل. لازم حضرتك تكون جاهز، يعني معبي. لما تشوف منظر من دول تحس ان عيل من عيالك اللي كده هتدعي وانت بتصرخ، هتدعي من قلبك، هتدعي بحرقه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يقبلها ويفك علينا وعليهم اللي احنا فيه، وربنا ينصرهم من عنده، لان هم كلهم خذلوهم، كلهم خذلوهم، واحنا خذلناهم، كل خذل. فربنا سبحانه وتعالى يبعت لهم النصر من عنده والفرج من عنده وحده ان شاء الله. كنت عملت لحضراتكم فيديوهات سابقه كتير بخصوص المحلات التجاريه، ولكن طبعا انا عشان يعني حبايبي في الحته اللي بيشوفوها دي قليلين، طبعا انا مش تامر حسني ولا عمرو دياب عشان يبقى عندي المتابعين اللي هم ايه ممكن يوصلوا اكبر عدد من الكلام اللي انا بقوله. يعني مش بتكلم عليهم كحاجه، انا بتكلم هم مشهورين يعني. المحلات التجاريه، المحلات التجاريه اتكلمت فيها كتير 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 كتير، ولكن نعيد تاني يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل في المره دي خير. احمد عايز اشتري محل تجاري، عايز اشتري محل تجاري، عايز اشتري محل تجاري. طب يا جماعه هقول لكم بالبلدي تاني، المحلات التجاريه اشتريها في الشارع. يعني ايه في الشارع؟ زي الحتت بتاعتنا القديمه، فتحت عماره ما اعرفش ايه. انما الحتت بتاعت الحاجات اللي بيسموها مولات دي شيء، يعني شيء مرفوض بالنسبه لي تماما. وانا مش بشتغل مع اي شركه بتبيع التجاري للناس. بيجي لي تليفونات، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ احمد، احنا شركه كذا عايزين نشتغل مع حضرتك. اقول له بعد اذنك انا عندي سؤال، انت بتبيع تجاري؟ يقول لي، اقول له لا ما بشتغلش مع شركه بتبيع تجاري. طب ليه؟ والله ده مبدأ، والطبيعي المطور اللي بيبيع التجاري انا بالنسبه لي ان هو ما يهموش المشروع، ما يهموش المشروع ولا يهمه العميل، هو عايز يكسب وخلاص. لان اداره التجاري هو عنوان المشروع. عنوان المشروع يعني ايه؟ هو اللي هيخلي المكاتب فوق نظيفه وهيخلي العيادات فوق دكاتره كبار. انما لما حضرتك تبيع المحلات 20 متر و15 متر و18 متر وتقعد توهم العميل ان انا هيجي لي بقى براند ياخد المساحات دي يفتحهم على بعض، ده كلام كله كذب. البراند لا يتعامل مع اشخاص، وقلنا الكلام ده مليون مره. وحضرتك لو حابب ترجع تفصيلا للفيديوهات اللي السابقه هتلاقي كل ده متفصل تفصيل بالسنت ان شاء الله. يعني الموقف اللي كان اغرب ان حد يكلمني من الناس اللي هي عايزه تخليني اشتغل معاهم دول، قلت له انا ما بشتغلش مع حد بيبيع تجاري. قال لي احنا بنبيع التجاري اللي خلفي، الواجهه سايبينه لينا. يعني كمان هو باين ان هو يعني يعني آسر نفسه بالحاجات الحلوه كمان، يعني فاهم؟ بنبيع اللي ورا. قلت له لا، معلش الموضوع كله مرفوض بالنسبه لي. انا هدي حضراتكم مثال عشان برضو نبقى ما نطولش عليكم في موضوع المحلات ده. حضرتك ممكن تتفرج على الناس اللي بتروح الرحاب ومدينتي، ممكن تتفرج على مول الرحاب 1 مول الرحاب 2، شوف طاقة التشغيل بتاعتهم عاملة ازاي. هتعرف ان ده محلات اتباعت. الرحاب جيت واي اتفرج عليه. ال ال ايه تاني؟ ال في مول تاني في الرحاب انا كنت اشتغلت فيه برضو، افنيو. رحاب افنيو برضو ده كان برضو التشغيل بتاعه صعب جدا لان بتاع الناس. حط بقى ده، حط كل ده جنب اوبن اير مول مدينتي، ده بتاع طلعت مصطفى. حط سان ستيفانو في اسكندريه، في حته في سان ستيفانو برضه تلاقي التشغيل ضعيف لانه بتاع ناس، دي مش شغلته. بتاع المطور يعمل بقى ويطلع وينزل ويغير الواجهه ويفتح محلات ويجيب براندات ويفتح مساحات على بعض، يجي ينقي الراجل اللي هو عايزه. معلش انت مش اجدع من طلعت مصطفى، ما تحاولش، ما تحاولش. مفيش حد في بلد دي قد طلعت مصطفى. النقطه دي هي فيها مشكله، المحلات فيها مشكله، مش هنكذب. انت طلعت مصطفى عندهم طاقه، يعني عدد من الوحدات ناس ساكنه ما شاء الله. عندك تنوع في الناس، المستوى المعيشي تنوع، عندك ناس ساكنه في شقق صغيره وساكنه في شقق كبيره وساكنه في فيلات وساكنه في قصور، وعندك التنوع البشري. رغم ذلك المحلات مش قايمه. ليه؟ لان الناس اشترتها وكل واحد بقى عامل مع نفسه بقى اللي هو يقدر يعمله.
فحضرتك ابعد عن التجاري، ده رأيي. ابعد عن التجاري خالص، خليك في عيادات، خليك في مكاتب. وانا بقول لحضرتك لو حضرتك عندك نية تشتري مثلا مكتب، خليه مكتب كبير. مش قادر، شوف بقى حد من صحابك. انا بقول لحضرتك، انا عارف السعر بقى سخيف، والبيمنت او الدفعات بقت سخيفه. فحضرتك جمع ناس تعرفهم. فكره ده مشروع كويس جدا، لما حضرتك تجمع شويه ناس وتاخدوا مكتب كبير، تعملوه من جوه بقى لشركه كبيره، تعملوه من جوه اللي هي الشيرد اوفيسز دي، اسمها ايه، المكاتب اللي هي مثلا يبقى شركه عندها ممكن تأجر منها مكتب. انا عندي مكتب كده مأجر من مكان عنده مكاتب جوه متفرقه، بتاخد مساحات مختلفه، تعمل اللي انت عايزه فيها شركتك. المشروع ده كويس جدا. انا بدفع رقم محترم، يعني انا بدفع رقم محترم. ففي جنبي شركتين ثلاثه كمان جوه المكان اللي انا فيه، فبيدفعوا برضو رقم محترم، وبتأجروا الاثنين ثلاثه وانت قاعد. بس خليك في المساحات الكبيره. المساحات الصغيره خليك في العيادات، بلاش مساحات صغيره مكاتب. وانا قايل برضه في حاجات سابقه كتير، لو حضرتك حابب ترجعها هتلاقيها موجوده ان شاء الله في القناه، لو حضرتك تحب توصل لها. دي الرساله اللي اقدر اقولها لحضراتكم النهارده. يمكن ربنا ينفع بيها حد يعني ان شاء الله. وما تنسوش اخواتكم كالعاده، تبرعات، دعاء، مش عارف اعمل ايه تاني. دعاء وتبرعات ومقاطعه. المقاطعه دي مفيش فيها كلام، مفيش فيها كلام يا جماعه والله. ومحدش يضحك عليك ويقول لك المصريين بس اللي بيقاطعوا. اقسم بالله العظيم العالم كله بيقاطع. ده في ناس بتعمل مظاهرات توقف حال شركه بره قدام شركه كده، مظاهره مش هخليك تشتغل. انت بتدعم من الاحتلال، مش هنخليك تشتغل بره. انما هنا احنا بيضحك علينا، ده اكل عيش عيالنا، ده الشغل بتاعنا يا فندم، الرزق بايد ربنا. احنا بنعمل حاجه بنديهم اللي بيخلصوا على اهلنا بيه. كان الله في عوننا وعونكم. تحت امركم في اي وقت. الارقام بتنزل في اخر الفيديو بعد الفيديو بيخلص، حته كده عشان ما بعرفش نعمل الحاجات اللي تحت دي وما بحبهاش. وتحت امركم في اي وقت، وان شاء الله موفقين. نشوفكم على خير، وربنا ينصر اهلنا في غزه ان شاء الله.